اجدد عربيه كهرباء من فولفو السويديه. فولفو قدمت اي اس 90 الكهرباء بالكامل كسادس عربيه كهرباء في اللاين اب بتاعها كله، وتعتبر الاقوى والافضل ما بينهم. في فئه منها بتتقدم بموتورين كهرباء بقوه اجماليه 670 حصان، بتطلع من 0 ل 100 كيلو متر في الساعه في 4 ثواني تقريبا. وفي فئه تانية بتيجي ببطاريه 92 كيلو وات ساعه، مداها بيوصل لحد 700 كيلو متر بالشحنه الواحده، وممكن تتشحن بطاقه تكفيها لمسافه 300 كيلو متر في 10 دقائق بس، وده عن طريق محطات الشحن السريع بقدره 350 كيلو وات ساعه. كالعاده طبعا فولفو اي اس 90 بتتقدم باحدث تقنيات الشركه، وبالطبع الاسكندنافي السويدي المعروف في التصميم. فوانيس اماميه ليد على شكل سور هامر، فوانيس خلفيه ليد على شكل حرف سي، وبجنوط سبور من مقاسات 20 لحد 22 انش. ومن جوه بتيجي بشاشه عدادات 9 انش، وبشاشه وسطيه 14.5 انش، وبسقف بانوراما متطور جدا، وبمساحه تخزين بتوصل ل 733 لتر تقريبا. بتيجي بخمس رادارات و7 كاميرات و12 سنسور بالموجات فوق الصوتيه ولادار. الفئه اللي بتنتمي ليها فولفو اي اس 90 تعتبر غريبه شويه، لان في ناس قالت عنها ان هي سيدان، وفي ناس تانية قالت عليها ان هي فاست باك، وفي ناس ثالثه خالص قالت ان هي اس يو في. فولفو بقى سايبين الحته دي للناس، لانهم شايفين ان العربيه دي في حته تانية لوحديها، لانها واخده شكل السيدان ومرونه الفاست باك وارتفاع الاس يو في. سعر فولفو اي اس 90 الكهرباء بيبدأ في أوروبا من 70,000 يورو تقريبا، يعني حوالي 3 مليون و850 ألف جنيه، ومتوقع توصل مصر في 2026 يا بعدها. وبغض النظر عن إن هي مش محتاجة رأينا فيها، أنا محتاج أعرف رأيك فيها.